على فكرة شكل بيوت أوروبا مش مختارينها علشان يبقوا شكلهم شيك، ده ليها أسباب معينة وإحنا كعرب ما ينفعش نقلدهم ونعمل زيها وخلاص. مفيش حد فينا مش بيشدوا شكل البيوت الأوروبية، بتحس فجأة إن أي حد عايش جواها هو شخص غني، بس اللي ما تعرفوش إن اللي بيميزهم هو شكل السقف. السقف دايما عندهم هتلاقيه على شكل مثلث من فوق، بس ليه الشكل ده بالذات؟ من أيام الرومان المطر والسيول كانت بتشتد عليهم وبتتراكم فوق المعابد والمباني المهمة. وقتها فكر المهندسين إن هم يصمموا السقف بالشكل ده، وهو إنه يكون مثلث علشان يبقى سهل ينزل من عليه المطر والتلج. ولما لقوا الفكرة دي كويسة وشغالة معاهم بدأوا ياخدوها للبيوت العادية، وانتشرت بعد كده واتطور شكلها، ودلوقتي بقى ده الشكل الطبيعي عندهم بسبب المناخ. بس ليه مش بنعمله عندنا؟ مبدئيا مهما كان المناخ صعب عندنا فهو عدد ايام معينه في السنه، وبتكون قليله في الشتاء، مش طول الشتاء زيهم. وحتى في ناس مننا لما بتقرر تستخدم ده بتبقى مجرد عقده الخواجه مش اكتر، علشان نبين اننا ناس حديثه يعني وكده. بس الواقع ان هي ملهاش اي لازمه طول ما انت عايش في الشرق الاوسط.